يعني انا مش عارف ازغرط، لو كنت بعرف ازغرط كنت زغرطت. يا دي الهنا يا دي السرور، امام عاشور مضى على طول. استاذ امام عاشور او الكابتن امام عاشور، مش عايزين الكلام يطول، مدد للنادي الاهلي ل 2030. والدكتور عصام سراج بطل الابطال في التعاقدات في النادي الاهلي بمصاحبه وائل جمعه، برنس النادي الاهلي وابن النادي الاهلي واخر معاقل النادي الاهلي وانتماءاته في التاريخ المعاصر. يعني وائل جمعه انا عايز اتكلم عنه اكتر من تمديد امام عاشور ل 2030، وان الباشا ممتن لاداره النادي الاهلي وممتن لجماهير النادي الاهلي ورغبته في الاستمرار في النادي الاهلي. كان فين الكلام ده يا عم؟ يعني تعبت اهلي. وائل جمعه مش هنقول الرجل الحديدي، لا، الرجل المحب النادي الاهلي بجد، واللي بيغار على النادي الاهلي وهو بعيد عن النادي الاهلي. يعني لما كنا شفناه محللا في بين سبورت، كنا الراجل يعني بينفعل وبينهار وبينتقد الإدارة وبينتقد كل الناس لغاية الخطيب، والناس بتحترمه لأنهم عارفين إن حب وائل جمعة، وائل يعني نابع من القلب، ملوش غرض وملوش أي حاجة خالص غير إنه الأهلي فوق الجميع، يعني فوق أبنائه، عشان الزملكاويه بيزعلوا من الكلمة دي. لا، احنا الأهلي فوق الجميع على أبنائه بس يا سيدي، مش عايزين يبقى فوق الجميع على حد تاني. فوائل جمعة حد شخصية قوية، محبة للنادي الأهلي والكيان، مثقف على قدر عالي من التعليم. يعني احنا عارفين هو آداب انجليش، آداب انجليزي، ان اغلب اللعيبة حتى امام عاشور مش هتلاقيه مكمل برضه تعليمه ومعاه دبلوم، يعني مع احترامنا للدبلوم يعني. انما احنا بنقدس التعليم، ان التعليم بيفرق طبعا، وثقافة اللاعب بتفرق. يبقى مش كل حاجة عنده الفلوس 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 الفلوس، لا، بيبقى عنده أهداف أخرى. يعني الكورة بتديك بريق ولمعان، وبتخليك تحافظ على كيانك وشخصيتك وفلوسك في نفس الوقت يعني. انما اللاعب اللي هو مش على قدر كبير من التعليم او على قدر مناسب من التعليم، هتلاقيه عمال بقى بيجري ورا الفلوس من هنا ومن هنا ومن هنا بس. يعني هتبقى نظرته ماديه بحته بس، مش النظره المعنويه او المردود النفسي الكبير اللي بيعود عليه وعلى ابنائه وعلى احفاده، وان يفضل ذكرى جميله في صدر وعنوان للنادي الاهلي زي ما في كتير من اللعيبه. ولما نيجي لرمضان صبحي ومأساته مع التعليم، انه ما كانش عايز يتعلم بجد، وكان عايز يعني يهرب من التعليم. فالحقيقه وائل جمعه مثال ونموذج جيد لمدير كوره في اي نادي في العالم. يعني شخصيه محبه للكيان، مثقف، خبير باللعبه او بكره القدم، اتعلم كويس، وابن ناس ومؤدب ولا ينفعل الا للمصلحه العامه. شكرا جزيلا. شكرا استاذ امام على التمديد ل 2030. يعني انا مش قادر اداري فرحتي والله، يعني انا مش قادر اداري فرحتي الكبيره بان حضرتك مددت ل 2030. اشعر بالسرور والحبور وعظائم الامور. حتى شوف اهو يا جون، اهو ابتسامه ايه يا جون.